5 حاجات لو انت بتعملهم اعرف انك كده مع الشخص الغلط والعلاقة الغلط. رقم 1 لو انت اللي دايما بتحاول تحافظ على العلاقة وهو لأ. رقم 2 لو انت اللي دايما بتدي اهتمام زيادة واللي قدامك مش بيديلك حاجة. 3 لو انت اللي دايما بتخاف على زعل اللي قدامك وهو لأ. رقم 4 لو انت اللي دايما بتخاف انك تخسر الشخص اللي قدامك فبتتنازل وبتيجي على نفسك كتير عشان بتخاف ان الموضوع يفركش، وفي المقابل هو ما بيخافش ان هو يخسرك وبيحسسك ان هو ممكن يبيع اي وقت. رقم 5 لو انت اللي دايما بتحاول تصلح من اي موضوع واي مشكلة واللي قدامك مش بيبقى مهتم ان هو يحاول يصلح منها حتى لو هو غلطان. كل الحاجات دي بتأكد لك ان انت كده في علاقة غلط ولازم تصلح منها فورا، وكمان هتبقى بتضيع وقتك كله مع شخص ممكن ما يبقاش بيحبك زي ما انت بتحبه. طب نصلح ده ازاي؟ عن طريق ان انت تتعامل مع الشخص اللي قدامك بنفس مستوى معاملته، لا تديله اكتر ولا تديله اقل، اديله فرصة يهتم بيك زي ما بتهتم بيه، ما تبقاش بتعمل كل حاجة لوحدك لان انت كده هتبقى اقل منه. واي علاقة في الدنيا لازم يبقى فيها الطرفين نفس المستوى، وخلي بالك انك لما تبدأ تعمل التصرف ده هو ممكن ما يبقاش متقبل ده لان انت عودته ان انت تديله كل حاجة، فلما مرة واحدة يلاقيك بتسحب الاهتمام هياخد باله ان في حاجة اتغيرت. فحاجة من الاتنين، يا اما هيسيبك وساعتها هو هيكون كان بيستنفذ طاقتك على الفاضي وهو مش بيحبك، يا اما هيفضل معاك ويتعامل عادي ويتقبل عادي التصرف اللي انت عملته لان هو ده الطبيعي.